تحليل حركة السكواتس والعضلات اللي شغالة تحت التشريح، وليه أصلا وأنا بتمرن عضلات الكوادز والجلوتس هم اللي بيشتغلوا معايا. ركز معايا كويس قوي عشان في مدربين بقالهم سنين في المجال بيقعوا في الأخطاء دي. أول حاجة لما نحلل الحركة هنشوف إيه المفاصل اللي شغالة. أنا نزلت كده وطلعت، هنا في 3 مفاصل اشتغلت بشكل أساسي. هنيجي نبص هنلاقي مفصل الحوض، مفصل الركبة، وكمان مفصل الأنكل. تاني حاجة بنبص عليها وإنك بتحلل الحركة في أنهي اتجاه، هل وأنت نازل ولا وأنت طالع؟ لأن ده خطأ فادح في ناس كتير بتقع فيه، وانهم بيحللوا الحركه وهم نازلين مش وهم طالعين. وهنا بقى نبدا نحلل الحركات في كل مفصل من ال3 مفاصل دول واحنا طالعين. اول حاجه ايه اللي بيحصل معانا؟ هنا نبص على الهيب لوحده اللي فوق، وهنا بيحصل له اكستنشن لان تحت الزاويه بتاعته بتكون ضيقه وبعد كده بتتفرد بالمنظر ده. طيب وتاني حاجه حلل مفصل الركبه، ركبتك تحت بتكون متنيه وانت طالع هنا بتتفرد، فايه اللي حصل كده اهو؟ ني اكستنشن، وهنا حصل فرد للركبه. فرد الركبه اللي حصل ده خلى عضلات الاماميات هي اللي تشتغل معانا، فهنا الني اكستنشن شغلت الكوادز. اما بالنسبه للهيب اكستنشن اللي هو فرد الحوض فهنا شغلت معانا الجلوت. فعشان كده الجلوتس والكوادز بيشتغلوا معانا في تمارين زي السكواتس او حتى الليج بريسز. ده تحليل حركي لتمرينه واحده بس بيشغل 3 مفاصل. فبصينا على المفاصل واستنتجنا الحركه، بعد كده عرفنا ايه هي العضلات اللي شغاله، وطبعا مع تحليلك في الاتجاه الصحيح. كل ده بنعرفه اكتر في كورس تشريح وعلم الحركه. لو حابب تبقى انت العظمه اللي جايه ابعت لي رساله دلوقتي. سلام.